السلام عليكم وعواشركم مبروكه. اذا برنامج رمضانيه مع البهجه غادي ينطلق ان شاء الله خلال هذا الشهر رمضان المبارك، وغادي نحاولوا ان شاء الله من خلاله اننا نتناقشوا بزاف ديال الامور اللي كتهم الحرفه ديال الخياطه. من طبيعه الحال بالنسبه للقناه عندي او لجميع الصفحات، اغلبيه الناس اللي متبعيني الناس اللي كيزاولوا الحرفه واللي مهتمين بالحرفه ديال الخياطه، و75% ديال المتابعين اللي عندي من الناس اللي باقيين تيتكونوا، يعني باقيين تيتعلموا، وكاينين الناس اللي ديجا معلمين وكيزاولوا مع ذلك، يعني كيتابعونا وكيشجعونا، مشكورين. اذا بالنسبه لهذا البرنامج غادي نحاولوا اننا نسلطوا الضوء على بعض الامور اللي هي مهمه في الحرفه ديالنا. غادي نبداو الحلقه الاولى، الموضوع ديالها غادي يكون ولا الضغط اللي كنحسوا به او اللي تيكون عندنا فعلا في الخدمه ديال العواشر، خصوصا في رمضان. يعني اغلبيه ديال الناس ملي كتجي العواشر كيحسوا بشويه ديال الارهاق. كاين اللي كيتشكى من العواشر، كاين اللي ما تيحملش كاع انه يخدم في العواشر. انا كنتكلم على الخياطه اللي كيخدموا مع الكليان، يعني كتخدم مع الكليانه، كتجي كتحط عندك الثوب تشد لها العبار، اولا تشري من عندك الثوب وتشد لها العبار وتخدم لها، يعني على حسب الطلب ديالها. ماشي الناس اللي كدير الجمله ولا الناس اللي كدير الكونتيتي كثيره، ولا هذوك الناس بوحدهم، هذوك عندهم البرنامج ديالهم والخدمه ديالهم. حنا كنتكلموا على الخياطه البسطاء بحالنا كاع، يعني اللي كنتعاملوا مع الكليان واللي كتكون عندنا الضغط شي شويه زايد في العواشر. الناس يعني كاين انواع ديال الخياطه على حسب المناطق وعلى حسب يعني ثاني الانسان الاقدميه ديالو والكليان ديالو داكشي. كاين اللي عنده الكليان بزاف كيخدم طول العام، وكاين اللي كيجي في واحد المدينه ولا في واحد الحي اللي خدام يعني تيخدم طول العام، وكاين الناس اللي تيكون عندهم داكشي متوسط، وكاين الناس اللي ما تكونش كاع عنده الخدمه الا في العواشر. الناس اللي كتكون عندهم الخدمه غير في العواشر اغلبيه ديال الناس تيبقى شي شويه راخي، كيتهاون في الخدمه حتى الاخر ديال مثلا نقولوا الخدمه ديال رمضان، كيبقى يتهاون في الخدمه حتى الاخر ديال رمضان. اذا الا بغيتي انك تخدم في هذه العواشر وتخدم مزيان، تخدم مرتاح، وتزاول باقي الانشطه ديالك سواء الدينيه او الحياه ديالك بصفه عامه وانت مرتاح، خاصك تنظم الخدمه ديالك انطلاقا من البدايه ديال شهر رمضان. راه الناس اللي عندهم الخدمه بزاف راه ملي تيدخل رمضان صافي تيحبسوا الخدمه، يعني تيحبسوا الشدان ديال الخدمه، ما تيبقاش يشدوا من عند الكليان، يلا كيتكملوا هذاك الشيء اللي شادين. ان حنا كنعرفوا ان في رمضان اغلبيه ديال الناس كيبغيو حوايجهم 27 قليل، العيد راه ما نذكروش، راه بيناتهم يومين. اذا الاغلبيه ديال الناس كتبغي حوايجها في 27. اذا الا كنت انا غادي نشد واحد 100 بياسه ولا 200 بياسه، يعني خصني نشدها قبل رمضان باش يلاه نوجدها ل 27، الله نوجدها في هذيك الشهر قل. ولكن الا كانت الخدمه اقل من 50 بياسه، اقل من 40 بياسه، ما فيها باس، يعني ما نحبسش الشدان حتى النص ديال رمضان، يعني حتى 15 رمضان هذيك الساعه نحبس الشدان. في حاله عندي اقل من 20 بياسه، 25 حتى 30، انا ماشي ممكن تبقى خدام حتى لديك السيمانه الاخرى ديال رمضان، عاد كنحبس الخدمه. هنا الخدمه قد ما كانت كثيره راه ماشي ما كيهمش، المهم هو واش كنعرف ننظم الخدمه ديالي داخل الورشه ديالي. كيفاش ممكن انني نخدم ونوجد كل شيء وفي نفس الوقت انني ما نرد حتى شي كليان. ان ملي كتوصل للاخر ديال رمضان اغلبيه ديال الناس اللي كيبانوا تيكونوا هما الكليان ديالك، يعني اللي كيتعاملوا معك في العواشر تيكون الضغط تيجيو الكليان ديالك وتيجيو كليان جداد. اذا ملي تيجيو كليان ديال جداد خاصني نستغل الفرصه باش انني نكسب حتى دوك الكليان الجداد. ما نقولش راه هذا تتزير عاد جا عندي، حتى العواشر عاد جا عندي، بالعكس هذه هي الفرصه باش نزيد نوسع القاعده ديالي، او يعني انني نكبر هذيك المجموعه ديال الكليان اللي عندي. هذه هي الفرصه اللي تيخصنا نستغلوها باش اننا نزيدوا نستقطبوا الكليان. هذيك الكليانه اللي غتخدم معاها في العواشر وتقليها وتوجد لها وتسبقها، واخا تكون عندك جديده راه هذيك غادي تضيفها الناس اللي ديجا عندك. اذا الا عرفتي تنظم الخدمه ديالك في رمضان في العواشر، كون على يقين على انك غادي توجدي الخدمه كامله باريحيه بدون ارهاق، وفي نفس الوقت غتصلي التراويح ديالك في الوقت، غتفطري في الوقت، غتسحري في الوقت، غتنعسي مزيان وغتفيقي مزيان وغتخدمي مزيان. اذا كنشوف الخدمه، يعني اون فوا الا كنتي باقي تشد
في رمضان حتى النص ديال رمضان، افترضوا على انه الناس دابا غادي تبدا تشد حتى النص ديال رمضان. مثلا انا باقي تنشد الخدمه حتى انا شخصيا باقي غادي نشد الخدمه حتى النص ديال رمضان، عاد غنحبس، لان الخدمه اللي عندي يعني قادر على انني نوجدها. هذا ما كيعنيش الكثره ديال الخدمه ولا الاقليه، وانما كيعني القدره ديال كل شخص. ان كاين الناس اللي كاين دابا الخياط اللي ما يقدرش يخدم 2 بياسات في النهار، اكثر من 2 بياسات في النهار، كاين اللي كيطيح 20 بياسه في النهار. اذا انا كنعرف راسي شحال نقدر نوجد في النهار. مادام انني كنعرف راسي شحال نخدم في النهار، فغادي نخدم على اساس هذاك العدد اللي قدر انني نخدمه في النهار. مثلا انا كنقدر نوجد 5 البياسات حتى 6 في النهار. يعني الا جلست من الصباح، جيت في الصباح وجلست خدام مع راساتي، نقدر انني نوجد واحد 4 مثلا بالنهار ونزيد 2 في الليل، اولا نخدم دوك 4 بالنهار ونزيد وحده في الليل. ملي كنعرف العدد، هذاك العدد هو اللي غادي نحطه في البرنامج ديالي اليومي خلال شهر رمضان الى حدود 22 في رمضان. اذا هاد 22 يوم الا كنت غادي نخدم 5 في النهار، راح نضربها في 22، غادي نعرف العدد اللي خاصني نشد ديال الخدمه. اللي كتكون واحد العواشر اللي مفروض على اننا نستغلوها في العبادات، نستغلوها في العمل، نستغلوها يعني في انها تكون واحد الفرصه اللي ان يكون عندنا واحد الدخل مادي زايد، واننا نكسبوا كليان جداد، واننا يعني بزاف ديال الحويجات ممكن تغتنمها وتربحها في هذه العواشر هذه. الا كنتي كضرب 5 في النهار، اذا من دابا خاصك تضرب 5 في النهار. نفترضوا على انه مازال ما عندكش الخدمه، البياسه اللي دخلت عندك الله يجعلك تدخلها هي بياسه في السيمانه، البياسه اللي دخلت عندك ديك الساعه كنتقدى ليها، كنروم ليها، كنوجد ليها، تنفصلها وتنخيطها وكنحطها. من جهه اخرى هو انه الا كنت غادي نخدم فعلا في العواشر ونستافد، راه خصني نستافد ماديا. بزاف ديال الناس غاتيشد ما عارفش راسو واش رابح ولا ما رابحش. باش نكونوا فاهمين، ربح معقول اللي هو ما يضرش لا الكليان ديالك وما يضركش انت. تجنبوا البياس اللي ما فيش الربح. هذيك البياسه اللي ما ربحش فيها، هذيك هي اللي غترهقك واللي غتهلكك وما تقدرش تشد لك نهار كامل. تجنبوا البياس، تجنبوا الخدمه اللي ما كتعرفوش ليها. بزاف ديال الناس كتقن واحد الحاجه ولكن ما كتقنش حاجه اخرى. كتجي كليانه كتجيب لها موديل بلدي وموديل عصري، تقول لها بغيت هذا وهذا، هذاك العصري تقدر تخدمه والبلدي ما تعرفش ليه، او لا العكس. فاشنو كدير؟ كتشدهم بجوج. واحد الحاجه اللي ما كنتقنهاش في الوقت ديال الضغط ما عندي ما ندير بها، اختي سمحي لي هاد الموديلات ما كنخدمهمش انا، شوف شي واحد اخر. نشد داكشي اللي كنعرف ليه، حيت الا كنت نخدم تقليدي وكنتقنو راه نخدم حتى 10 بياسات في النهار وانا مرتاح، ولكن ملي كنجيب بياسه وحده معنكشه وكندخلها راه كدير لي النهار بوحدها. اذا حاولوا ما امكن انكم ما تاخذوش الخدمه اللي فيها الوقت اللي كدير الوقت بزاف وما فيهاش الربح. حاولوا ما امكن انكم ما تاخذوش لي روتوش. بزاف ديال الناس تجلس رمضان عاد كتجيب كليانه ولا هذا وتجيب لك الروتوش، نقص ليا قاد ليا منها، عندي ما ندير بالروتوش. وقت الخدمه خصني نخدم. الا عندك معلمين صناعيه وهذا ماشي مشكل، شد الروتوش وعطي لهذا وعطي لهذا. كنتي كتخدم انت بيدك ولا بيدك ولا انت بيدك، راه تجنبي الخدمه اللي فيها المشاكل، اللي فيها التنكيش. تجنبي الخدمه اللي فيها الثمن ديالها رخيص. راه ماشي نجيو حتى حنا وقت العواشر وقت الخدمه ونشد بيجامه ب 30 درهم ولا ب 40 درهم. ديك الساعه اللي غتجلسي في بيجامه اولا ديك الساعه ونص اللي غتجلسي في بيجامه جلسي على جلابه اللي ربحها فيها 100 درهم ولا 150 درهم، احسن لك. الا كنت غتخدمي 2 بياسات في النهار، 2 بيجامات، خدمي 2 جلاب، خدمي البياس اللي فيها الربح باش تستغلي الفرصه. اذا نتعاملوا بذكاء مع الخدمه ديالنا باش نربحوا، باش نوفروا. تجنبوا انكم تتعاملوا مع الكليان بالعاطفه. ملي تجي عندك كليانه وتقول لك عافاك شنو كديري الا وجديها ليا، راه غتعاطفي معها وتقول لها راه غتكون معك الكليانه ديالك او الكليان ديال بصفه راه تيكون ظريف في الاول، ولكن راه الا حنداتك الوقت وما وجدتيهاش راه كتولي تسمعي الهضره اللي ما تحمليهاش وما تقبليهاش. راه الانسان تيتبدل، ما تيبقاش يحترمك ويضحك معاك ويتادب معاك كيف ما كان في الاول. تيقول لك ما عندكش كلمه وانتم الخياطه كاع هكا وكذا وكذا، وتقدر كاع تضرب معاك. اذا الا كنتي قادره انك توجدي الخدمه شديها، ما كنتيش قادره شدي علاش قديتي،
راه اللهم تشدي 5 البياسات تقاد عليهم وتوجديهم وما تحاشميش مع الكليان ديالك فيهم، ولا تشدي كثره وما توجديش، راه غتسقي خسرات هذوك الخمسه الاخرين. العواشر تيكون الضغط، راه البرا ما بقى يجيب لك البريم في الوقت، العقاد ما تيجيوك في الوقت، السفيفه والمسائل ما تبقاش تجيك في الوقت، راه بزاف ديال الحوايج. راه اللون الا خاصك تبغي تدوري به راه مشكله. بزاف ديال الناس تيكونوا خياطه حداهم ما خدامينش، وها جالس تيشد، هو تيشد حاجه ما تيوجدها غير باش ما تخرجش من عنده تمشي عند الاخر. يا ودي خلي جارك، خلي صاحبك، خلي خوك في الحربه تا هو يخدم، تا هو يترزق الله. شد علاش قدرتي وخلي الناس تخدم، هذه الفرصه باش كلشي يخدم. خدمي لك انت، انا قاد على 10 نشد دير 10 بياسات نخدم، قاد على 1000 نشد 1000، ما قادرش نشد علاش قديت. ملي كنشد الخدمه علاش قاد، وكنشد بالثمن، وكنشد الخدمه السهله. اللي تنقول سهله يعني داكشي اللي كنقدر، اللي كنتقنو، اللي كتجينا انا سهله، كنتقن، كنوجد في الوقت، وكنكسب كليان، وكنكسب تا راسي. ان داك الارهاق وداك الضغط راه الانسان راه تيخسر راسو، راه كيتخاسر مع كل شيء. كتولي مخاصم مع كليان، مخاصم مع الخدامه ديالك، مخاصم مع الدار، مخاصم مع كل شيء، حتى حاجه ما كتبقى هي هذيك. ومساله اللي الاخيره والمهمه، الا شديتي الخدمه من عند كليان، شد تسبيق 50%، على الاقل نشد 50%. يعني الا كنت انا هاد البياسه وهاد الجلابه هادي غادي نخدمها ب 500 درهم، على الاقل خصها تسبق ليا 250 حتى 300 درهم. الا ما سبقاتليش، انا قلت لكم ما تحشموش وما تعاملوش بالعاطفه. راه الكليانه ديالك الا بغيتي تربحها، جهه كون معاها صريح، كون مع الكليانه ديالك صريح. ولا اختي سبقي ليا، الا قالت لك واحد يومين ندوز عندك قول لي راه الموعد ديالك ما غنعطيه لك حتى دوزي ليه التسبيق. هاد المساله ماشي غير في العواشر، راه دائما. راه ملي كنبغي انا الخياط راه ماشي الخياط، راه كون كان عنده لاباس عليه وكان عنده الفلوس ما غاديش يدير الخياطه، غيدير مشاريع كبار. كيخيط على قد الحال. الخياط شنو كيمشي كيشد الثوب وكيمشي يتقدى ليه وكيروم ليه وكيخسر من جيبو 300 درهم 400 درهم، هو رابح معاه 50 درهم ولا ما كاملاش. تيجيبها تيصلحها تيعلقها وتيبقى يتسنى، خاسر هو 300 درهم وتيتسنى السيده تجي ما كتجيكش في العواشر. اذا الا سبقات لي 50% على الاقل انا ما تضريتش. الا تضريت في الوقت ديالي والخدمه ديالي ويدي ماشي مشكل، ماشي بحال تضريت ماديا. راه ممكن داكشي اللي ربحتي مع 10 البياسات تخسروا في واحد البياسه الا ما جاتكش في العواشر. وراه اغلبيه ديال الناس اللي ما كيجيوش في العواشر هما هذوك اللي ما تيكونوش مسبقين. اغلبيه ديال الناس اللي تقول صافي هذه رابح معها 150 درهم ولا 200 درهم وشادها بالثمن، كون على يقين على انه ما سبقاتلكش ما غاديش تجيك في العواشر. لان ديك 300 ديك 600 درهم ولا 700 درهم كتجيها غاليه. تقول مالي فين خليتها المرة العواشر، حتى المرة العتاد دور الحركه عاد نمشي نجيبها من عند الخياط. اذا الكليان اللي جا عندي سبق لي لافونس 50% باش نلقى انا باش نتقدى. وملي تمشي عند مول الحرير تقدى وخلص، البران تقدى وخلص، نجيب لك البريم خلصوا، مولات العقاد خلصها، الصناعي ديال الفينيسيون خلصوا في البلاصه، مول الماكينه خلصوا في البلاصه. باش الا كنتي كتخلص في البلاصه راه ماشي كتخلصهم من جيبك، راه الكليان اللي تيخلصهم، راه ماشي بالجميل عليك، راه ماشي كتصدق عليهم، ولكن راه انت كتخدم بذكاء وكتربح الصناعيه اللي معاك وكتربح الوقت. علاش؟ لان البرام الا خلصتيه الغد اللي غيجيب لك البرام حتى الاول حيت غتخلصوا في البلاصه. مول السفيفه هكاك، مولات العقاد هكاك، مول اللي تيخدم الفينيسيون، اللي تيخدم ماكينه، اللي تيخدم اي حاجه، الا كنتي كتخلصوا في البلاصه راه تيسبقك انت الاول. وهكذا كتكون كتوجد الناس انت في الوقت. اذا ملي السيده تعطيني التسبيق غنلقى باش نخلص هاد الناس هادو، ملي كنخلصهم كنوجد البياس وكنعلقو وكتجي الكليان كتلقى البياس ديالها موجود. وهكذا كنكون خدمت بذكاء وخدمت بواحد الفعاليه وربحت بزاف ديال الحويجات، ربحت كليان، ربحت فلوس، ربحت صحتي، ربحت الوقت، وربحت يعني العواشر بمعنى الكلمه. نتمنى على انه نكونوا استفدنا مع بعضياتنا. وإلا كانت اي شي تساؤل او لا شي حاجه نسيتها خليوها لي في التعليقات، وان شاء الله موعدنا مع الحلقه القادمه
في موضوع اخر اللي كيهم الحيثيات والاسرار ديال حرفه الخياطه. السلام عليكم.